بعد ميركاتو الصيف التاريخي للدوري السعودي، أندية دوري روشن ستدخل مجددا في هذه الانتقالات الشتوية. وفي هذا الفيديو سأتحدث لكم عن أبرز اللاعبين الذين على رادار أندية الدوري السعودي في يناير. وأول لاعب تحت رادار أندية دوري روشن محمد صلاح. بعد الفشل في ضمه في الصيف من نادي الاتحاد، ستحاول أندية الدوري السعودي تقديم العروض مجددا للفرعون المصري، لكن ليفربول لن تفرط به، خصوصا بعد أداء الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم. وثاني لاعب تحت رادار أندية دوري روشن الغيني توماس بارتي. بعد التعاقد الأرسنال مع ديكلان رايس وجورجينيو بديل له، فقد توماس بارتي مكانه في تشكيلة الأرسنال والدوري السعودي الأنسب له. وكاسيميرو كذلك تحت أنظار أندية الدوري السعودي، وإدارة اليونايتد لن تمانع في رحيل صاحب 31 سنة إذا جاءهم عرض مغري من دوري روشن. وكذلك صديقه فاران قد يرحل في يناير لأنه خارج مخططات تين هاغ هذا الموسم. وسانشو كذلك اللاعب لا يلعب مع اليونايتد بعد المشاكل بينه وبين المدرب إريك تين هاغ. الإنجليزي صاحب 23 سنة يريد ستيفن جيرارد جلبه إلى الاتفاق السعودي. وحتى مارسيال سيرحل في يناير والدوري السعودي الأقرب. والكثير من أندية الدوري السعودي قد تدفع الكثير من الأموال لجلب صاحب الكرة الذهبية لوكا مودريتش، بعد أن جلبت كريم بنزيما. مع الجيل الحالي في الريال قد تسمح القلعة البيضاء للأمير أن يغادر إذا كان العرض مغري. وتوماس مولر الذي غاب دوره مع البايرن هذا الموسم، إذا جاء عرض كبير سيرحل في يناير. وديخيا الذي بدون نادي من المحبذ أن نراه في دوري روشن. والمدافع كيم بيبي الذي منذ إصابته لم يعد من خيارات باريس سان جيرمان. ولويس ألبرتو لاعب لاتسيو الذي النصر السعودي حاول ضمه في الصيف وفشل، من الممكن أن يحاولون معه في يناير. وبالنهاية، ما رأيكم في هيجان الدوري السعودي على أغلب الصفقات؟ ومن اللاعب الذي مؤكد سيرحل إلى الدوري السعودي في يناير برأيكم؟ وإذا نسيت لاعب اذكروه في التعاليق.